الله حي التاني جاي. ايه اللي الاهلي بيعمله ده وجماهير النادي الاهلي؟ عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه سعيد عليكم ان شاء الله. رمضان كريم عليكم ان شاء الله باذن الله. موضوعنا اللي هو الاهلي. الاهلي اللي عمله ده يا جماعه يعني بصراحه مش هو ده جمهور الاهلي اللي بجد. احنا متعودين ان جمهور الاهلي يكون حاجه مشرفه في مصر والكوره المصريه بالذات. جمهور النادي الاهلي اللي هو عمله في مباراة الجيش الملكي المفروض ما يحصلش. المفروض ما يحصلش خالص، لان احنا متعودين من جمهور الاهلي، يعني جمهور، يعني هو ده جمهور النادي الاهلي اللي بيقف ورا الاهلي في اي مكان ومش عايزينه يغيب خالص عن النادي الاهلي. يعني دلوقتي لو حصل ايقاف، احنا دلوقتي داخلين على مباراة قوية جدا جدا جدا، ما تحتملش فيها اي تعادل، كله فوز. تعادل تخسر تطلع على طول. احنا عايزين يكون فريق النادي الاهلي الموسم ده ياخد كل البطولات باستثناء اللعيبه اللي هو جايبها. هنعتبر افضل فريق جايب لعيبه، وافضل فريق في لعيبه في كواليتي عالي جدا جدا جدا، رغم من عن المنافس بيراميدز والزمالك زي ما انتم عارفين. الله يكون في عونه يعني بصراحه. ضايع. احنا دلوقتي بننافسه يعتبر بيراميدز. بيراميدز هو المنافس الاول والاخير بتاعنا. في الصفقات، يعني انتوا بتشوفوا اي صفقه بنخشوا فيها، عايز يخش وعايز بيدفع ملايين الملايين عشان خاطر ياخدها. واحنا مش عايزين ندي فرصه للنادي بيراميدز خالص، ايا كان هو ايه، بطوله خدها بطولتين ولا اي حاجه. احنا المفروض النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي هو احنا، نقف كلنا جنب النادي الاهلي. يا جماعه اي حاجه، الحاجات الصغيره دي مش عايزين نعملوها. الحاجات الصغيره اللي بتتعمل دي مش لازم احنا نعملوها، مش ما تطلعش من جمهور النادي الاهلي. الحاجات اللي بتطلع دي ما تطلعش من جمهور النادي خالص. واللي معايا في اللي انا بقوله يكتب لي في التعليق يقول لي صح، انت صح. جمهور النادي الاهلي كلنا واحد، مش عايزين اي حاجه تحصل، مش عايزين اي حاجه تعطل فريقنا، تخلي فريقنا يكون متشتت لاي حاجه. مركز، يكون مركز في كل البطولات، في اي بطوله بيخش فيها يركز فيها، اي مباراه يخش فيها ياخدها. نفوذه باداء كويس بحاجه كويسه. امام عاشور اللي هو عمله انت شفتوه عامل ايه، واعتذر وخلاص وطلع تمام و100 100 ومفيش اي حاجه خالص، وبيلعب مع الفريق. واحنا عايزين كل اللعيبه تكون كويسه، وزيزو ان شاء الله باذن الله يرجع لنا بالسلامه، تريزيجيه يرجع لنا بالسلامه، كل اللعيبه بتاعتنا تكون افضل حاجه. مش عايزين اصابات، مش عايزين حاجه، مش عايزين لعيبتنا تكون متشتته لاي حاجه تانية، عشان خاطر فريقنا يكون كويس وجميل. بيراميدز بقى يعني ايه داخل كده يعني معانا. بلد مش معنا بصراحه، يعني بلد مش معنا. ايه الجمهور اللي كل ما الاهلي يشوف اي صفقه عايز يخش فيها بيضيعها. كل ما الاهلي يخش في اي صفقه بيضيعها. الاهلي ما بيخشش معاك انت في اي مناوشات ولا في اي حاجه. عايز الصفقه في اي لعيب عايزه روح خده يا عم. الاهلي مش كده، الاهلي مش عايز يخش معاك في اي حاجه. الاهلي شايف طريقه. الاهلي اللي عايزه بطولاته، بطولاته اكتر من كده مفيش. انت بتاع اي بطوله ولا اتنين ولا اي حاجه تفرق في النادي الاهلي. انما الاهلي فريق كبير وعظيم. واشتراك للقناه وتفعيل الجرس يا جماعه، واللي بيشوفني لاول مره يدوس على اللايك جدا. عايزين نوصلوا الحلقه دي ل 1000 ولا 2000 لايك، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، واشتركوا في القناه ما تدخلوش علينا، رجاء وليس امرا، في كل الداعمين لاخواتنا وحبايبنا. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله.